وكما توقعنا لكم انتصر الأهلي على شباب الخليل بفرق هدف واحد فقط، 2-1 لصالح أهلينا. بهذا الفيديو خلونا نشوف أهداف هاي المباراة، هدف شباب الخليل وهدفي الأهلي. ولكن قبل ما نشوف أهداف المباراة ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبلش بالهدف الأول اللي سجله النادي الأهلي، نادينا الأهلي، واللي هو كان الهدف الأول بالمباراة فعلا. وللمعلومية مثل ما قام تشوفون ومثل ما راح تشوفون بعد قليل، الثلاثة أهداف سواء تبعنا ولا تبعهم سجلت بنفس الطريقة، كان فيها فوات دفاعية وكان الدفاع مخترق خاصة من الكرات الطولية، ولكن كان دفاعهم مخترق من حيث كل شيء، من حيث التوغلات بالوسط ومن حيث الكرات الطولية. كان دفاعهم بصراحة سيء جدا، لكن كان دفاعنا شوي مصحصح أكثر من دفاعهم يرتبك جدا مثل ما قام تشوفون بالأهداف عندما تأتي كرة طولية. فالهدف الأول اللي سجلناه صنعه شاهر الشاكر حرفيا الحارس من كرة طولية، والهدف الثاني مدافعنا أعطاها للاعب نادي الأهلي، واللاعب نادي الأهلي صنعها بشكل جميل وسجل هدفي الأهلي المتألق والمرقى من فريق الشباب إلى فريق الرجال حسن دهان، لاعب منتخبنا الوطني للشباب، ما شاء الله لاعب له مستقبل كبير مع منتخبنا وبالدوري السوري. طبعا النادي الأهلي كان هو الأفضل بهاي المباراة، خاصة هو الأفضل على مرمى الخصم. يعني شباب الأهلي ما شكلوا خطورة على النادي الأهلي مثل ما شكل النادي الأهلي خطورة على مرماهم. ألف مبروك الأهلاوية، ألف مبروك تأهلكم إلى دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. صار عندنا ممثلين ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، الأهلي العريق والفتو العريق، ممثلين سوريا رسمي في مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي اللي راح تطلع قرعتها 24 من الشهر الحالي، يعني بعد يومين فقط. بس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.